قف قف لبورسعيد أبدا وانصت لها، وقدس اسمها عبقا لتاريخها، وسل عن شعبها فخرا في مجدها، وتوضأ إن ذكرتها يوما فذكر الشهادة يسبق ذكرها، وسم الله قبل كل حديث فالحديث عن بورسعيد يكون مؤلها. وانظر لأبناء بورسعيد إن تأهبوا استماتوا لنصرها. قف لبورسعيد إجلالا، قف شموخا قف شموخا، فخير الجنود في بلدي جندها، وإن كتب الله أن تنكسر ذات يوما فلا عزة بعدها فلا وطنا بعدها. قف لبورسعيد أبدا وانصت لها، فالحديث عن بورسعيد يكون مؤلها. سمعني غنوة على السمسمية، غني لي غنوة للنضال، سمعني لحن البنبوطية وعزف من شط القنال، سمعني صوت الأرزاقية، سمعني صوتك يا خال، سمعني صوت ولاد بهية وقت ما يحين القتال، بتلاقي جنودها أسود وفية بكلمة تهد الجبال، والشهادة في كل نية، واسأل أنابيب النبال، الدين فيها مش قضية، الصليب حاضن هلال، مدينة حرة يا ناس أبية، والمجد عدى الخيال، مولودة فيها الإنسانية، واسأل أستاذ كمال، هي قلب مصر هي، ودم على الشط سال، وقت الشدة تكون عافية، والهزيمة شيء محال، أطفالها لقمة مش طرية، ما بالك ببأس الرجال، وفيها أقوى الثورجية على الفساد وعلى الضلال. بورسعيد يا ورود صفية، يا آية يا معنى الجمال، في بورسعيد في كل غية نصور في كل المجال، بورسعيد لو يوم ضحية صرخت بتجيب السؤال، والنادي المصري له تحية شامخ وسط التلال. يا ابو العربي مسي على الصحبجية، ومبادرة حلوة للإنسانية، قائدها الأستاذ كمال، قائدها الأستاذ كمال. تحياتي عمرو العندليب من الإسكندرية، وهذه القصيدة إهداء من قلبي إلى مدينة بورسعيد الباسلة، وأخص بالذكر الأستاذ كمال المصري قائد مبادرة للإنسانية عنوان. تحياتي. بورسعيد كانت بالنسبة لي أسوأ بلاد الله على الكوكب شعبا وأرضا، اللي غيرني وحولني بقدرة قادر عاشق لتراب بورسعيد وشعبها هو إنسان اسمه كمال المصري، صاحب مبادرة للإنسانية عنوان. لما لقيته فعلا هو عنوان للإنسانية وأبهى عناوينها، وإنه واحد من أهل بورسعيد، يبقى لازم كلنا نقف إجلالا واحتراما وتقديرا وشموخا لبورسعيد الأبية وأهلها. وكان لازم أعيد حساباتي، وكان لازم أعيد حساباتي واكتب الكلام الآتي. سمعني غنوة على السمسمية، غني لي غنوة للنضال،